هلا والله يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في الفيديو ده يا شباب هنشرح مع بعض مهمات الاسبوع السابع. مهمات كلها سهله يا صديقي. بسم الله. اول مهمه معانا: التقط كوكتيل مولوتوف خلال 5 من المباريات في الوضع الكلاسيكي. مطلوب منك تلعب 5 ايام، كل جيم تشيل المولوتوف اللي هي القنبله الناريه اللي قدامك دي يا صديقي. تشتغلها 5 ايام، كل جيم تشتغلها مره. بعد كده يا شباب المهمه الثانيه: امنح 12 من الاعجابات لزملاء الفريق. بعد ما تخلص جيم كلاسيك او جيم مستودع بتلاقي هنا حاجه اسمها اعجاب الكل. تعمل بس اعجاب الكل 12 مره بقى يا صديقي، تعملها ل 12 واحد. بعد كده يا شباب استبعد 2 من الاعداء باستخدام طلقات الراس في الوضع الكلاسيكي. مطلوب منك وانت بتلعب وضع كلاسيكي مصنف او غير مصنف تفنش العدو طلقات في الراس هيد شوت، او تنوكه طلقات في الراس سواء بوت او بلاير. بعد كده يا شباب المهمه اللي بتتكرر معانا كل اسبوع، كل ما تلعب 100 دقيقه بتاخد 60 نقطه ار بي. المهمه بتتكرر كل اسبوع 6 مرات. بعد كده يا شباب مهمه عزيز الصديق بقى: اقتل 10 من الاعداء باستخدام البنادق الرشاشه في ايرنجل في الوضع الكلاسيكي. هو حدد لك هنا مابة ايرنجل. في الوضع الكلاسيكي هتخش مابة ايرنجل وتجيب 10 كيلات بالبنادق الرشاشه. تعزيز صديق: لو صاحبك بيلعب معاك اللي مضاف عندك في الاصدقاء وجاب كلايه بالبنادق الرشاشه وهو بيلعب معاك في نفس الجيم، المهمه بتتحسب لك وبتتحسب له. يعني الكلات تتحسب لك وتتحسب له. دي البنادق الرشاشه يا شباب. دي البنادق الرشاشه يا شباب: الاوزي، اليوم بي، الفيكتور، التومجان، البيزون. كل الاسلحه ديت مطلوب منك تجيب في ايرنجل 10 كيلات انت واصحابك. بعد كده يا ابطال اقتل واحد من الاعداء باستخدام بارودك الصيد برضه في ايرنجل. لازم في ايرنجل المهمه دي برضه تجيب كلايه باي بندقيه صيد. دي بنادق الصيد يا شباب. مطلوب منك باي بندقيه من دول تجيب كلايه في ايرنجل. بعد كده يا شباب افتح الامدادات الجويه 6 من المرات ضمن فريق. اهم حاجه تكون ضمن فريق عشوائي او اصحابك عادي. وتفتح 6 دروبات او 6 فليرات. بعد كده يا ابطال اقتل 5 من الاعداء باستخدام الدي بي 28 في اي وضع. هتخش طبعا وضع الساحه وتجيب 5 كيلات بسلاح الدي بي اللي قدامك ده، سواء مستودع او كلاسيك براحتك. في جيم كلاسيك او في مستودع، بس طبعا اسهل حاجه تخش مستودع وتجيب سلاح الدي بي اللي قدامك ده وتجيب ب5 كيلات. بعد كده ابطال تاخد السكار خلال 5 من المباريات في وضع الكلاسيكي. مطلوب منك يا صديقي تلعب 5 ايام، كل جيم اي مابا، كل جيم تشيل سلاح السكار مره. تلتقط وتفايت بيه ماشي، تلتقط وترميه تاني على الارض من غير ما تفايت بيه ماشي. المهم تشيله 5 ايام، كل جيم تشيله مره. بعد كده ابطال سجل الدخول الى اللعبه 3 من الايام. المهم بتتكرر معانا برضو كل اسبوع. مطلوب منك تسجل 3 ايام خلال الاسبوع السابع ده. 3 ايام في ال7 ايام، تسجل يوم وتسيب يوم، تسجل يوم وتسيب ويوم. المهم تسجل 3 ايام خلال ال7 ايام. بعد كده يا شباب التقط مخزن ذخيره موسع سريع واحد من المرات في وضع الكلاسيك. مطلوب منك المخزن اللي قدامك ده وانت بتلوت بتلاقي مخزن ذخيره سريع موسع سريع اللي قدامك ده يا صديقي، تلتقطه بس مره واحده. بعد كده يا شباب دمر 2 من اطارات المركبه في الوضع الكلاسيكي. مطلوب منك يا صديقي اي عربيه واقفه تفجر كاوتشين للعربيه، كاوتشين من اي عربيه واقفه في اي مابا. اخر مهمه معانا يا ابطال: استعد 100 من الصحه في الوضع الكلاسيكي. مطلوب منك تهيل مرتين تقريبا، يعني دمك ينقص وتهيل، او دمك ينقص خالص وتهيل التهيله الكبيره اللي هي شنطه الدم الكبيره. المهم او بندج. المهم 100 من الصحه ده يعني تملى البار بتاعك كله مره كامله. بس كده يا ابطال. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا صديقي. يا ريت تكون وصلت لك يا صاحبي وشير بعد اذنك، ولو ما تشوفنا المتابعه واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله يا ابطال.